آخر، المنتخب المغربي الذي وصل إلى النصف. خذ ذلك المنتخب وخذ المنتخب الوطني الجزائري، مقارنة بين المنتخبين الكل كان يقول لو تقابلنا مع المنتخب المغربي بدون الجور التحكيمي للقناهم درس في كرة القدم ولفزنا عليهم بأريحية، لأننا أرفع مستوى من المنتخب المغربي. فريد، أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. هذه الحلقة خوتي خواتاتي غنخصوها للإعلام الجزائري واللي تحدث كثير على المنتخب الوطني المغربي وبين على واحد الحقد وواحد الغيرة كبيرة تجاه المنتخب الوطني المغربي، وقال على أن المنتخب الجزائري لازم أنه يوصل لنصف النهاية على أقل تقدير، بل لما لا يفوز بكأس العالم ويحدو حدو المنتخب الوطني المغربي. فقال أن المنتخب الوطني المغربي ما كيتفوق علينا حتى بشي حاجة، علاش حنا اللي ما نكونوش في النصف النهائي والمغرب فكان في النصف النهائي. حنا قادرين أننا نتجاوزوا الإنجاز اللي حقه المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي الحلم بالعودة بكأس العالم. من هنا خوتي خواتاتي كيبان لكم الحقد والغل والبغض ديال هذا الجار السوء الإعلام الجزائري المسخر، اللي في الحقيقة هما أبواق يترجمون ما يريده النظام العسكري. فهؤلاء الإعلاميين فهم ورقة يعني في يد النظام العسكري وبوق من أبواق النظام العسكري اللي كيكن كل الحقد والغل والبغض لكل ما هو مغربي. خوتي خواتاتي ما نطولش عليكم، نخليكم تتبعوا الحلقة وتشوفوا مدى الكره والغل والبغض ديال هذا النظام والإعلام ديالو المسخر اللي كيتعتبر قلم النظام. خوتي خواتاتي ما تنساوش تخلوا لي الآراء ديالكم في التعليق، وكذلك الدعم القناة بالاشتراك، وكذلك الضغط على زر الإعجاب وتبارطاجيو الفيديو باش توصل أكبر عدد من المتتبعين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وموضوع جديد بإذن الله. نتحدث عن موضوع الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي يكون قد حدد أخيرا هدف المنتخب الوطني والناخب فلاديمير بيتكوفيتش خلال كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهو التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة اللي هو الدور 32. البعض يقول لك الدور الثاني هو الهدف الذي سبق أن حققه الخضر في آخر مشاركة مونديالية لهم خلال نسخة البرازيل 2014، لكن وجب أن نذكر بأنه مونديال البرازيل 2014 الدور الثاني كان وثمن نهائي المسابقة. المونديال المقبل الدور الثاني هو الدور 32 بمشاركة 48 منتخب بدل 32 منتخب. فريد معطاوي، هل هو الهدف اليوم المعقول للمنتخب الوطني في مشاركته الخامسة تاريخيا في المونديال مع هذا المدرب اللي يشارك مع المنتخب الوطني في ثاني مسابقة له بعد كأس أفريقيا؟ خليني فقط أعلق على عرفت بلي راح يعود بعدين راهو اليوم حاكم التحكيم اليوم وعنده الفار وعنده كل شيء. يعطيك الصحة. لما نقول أن فريق شباب بلوزداد أحسن من المولودية، هناك ترتيب هو الذي يحكم بين الفريقين محليا. كابتن سامح لي، أنا ما قلتش أحسن من مولودية، لا، أحسن فريق في الجزائر خلاص. لا ما قلتش أحسن من مولودية ولا ليسما ولا جياس. ما نقدرش نخليوك تقول أحسن من المولودية ولا من اتحاد العاصمة. لا، قال أحسن فريق في الجزائر. تعداد تحصل حاصل أنك تقول أفضل من مولود الجزائر. لا تقول أحسن فريق من حيث التعداد، تقول فريق شباب بلوزداد يملك أحسن لاعبين في البطولة، لكن ليس أحسن فريق. تستطيع أن تمتلك يعني أدنى تعداد حنا لا كاليتي جوار كنا نتكلموا مع ناس صح، لكن أحسن فريق في الجزائر هو المولودية باعتبار وفرق كبير بينه وبين الوصيف وما إلى ذلك. عندما قال فيصل أيضا هل ننتظر الأهلي أن يحتل المرتبة الثالثة لكي نتبارى معه في الكاف؟ لماذا لا نقول على الأندية الجزائرية الموجودة في الكاف أن تأخذ البطولة وتتبارى مع الأهلي في رابطة الأبطال وليس العكس؟ لأن الأهلي لن ينزل بعد المرتبة الثانية في البطولة المصرية، لأنه فريق
كبير ومتواجد على المستوى الافريقي بتنظيم رائع ومستوى لا نستطيع ان نراه في الخيال بالنسبه للانديه الجزائريه. هذا هو واقع الانديه الجزائريه. اخر ملاحظه، كأس الكاف أضعف مستوى من رابطة الأبطال، وهذه ليست هذا ليس اجتهاد شيء وريد اليوم. هذا منطق. كأس رابطة الأبطال فيها أحسن الأندية الإفريقية، وكأس الكاف فيها الأندية التي تفوز بالكأس، الأندية التي تحت المراتب الثالثة أو الرابعة وما إلى ذلك. وما رأيناه شباب الوزداد عندما يذهب إلى رابطة الأبطال لا يستطيع المجابهة، عندما عاد إلى كأس الكاف هو فاز بثلاثية، هو اليوم قوي. اتحاد العاصمة وهو في كأس الكاف يستطيع أن يطمح وفاز بها ويطمح للذهاب إلى النهائي. الأندية الجزائرية مستواها في الكاف وليس في رابطة الأبطال، هذا هو واقع الأندية الجزائرية. بالنسبة لسؤالك أقول بيتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني، إذا ما أردنا أن نضع هدف أمام هذا الناخب علينا مثل ما قلنا على كأس الكاف لو تتذكر، يعني هذا الكل أجمع على أن بيتكوفيتش هدفه هو الحصول على نتيجة أحسن من النسختين السابقتين. طيب لنذهب بنفس المنطق إلى بيتكوفيتش في المونديال. اليوم الهدف، يعني نحن نحجم الأهداف لنقولها بكل صراحة. إذا ما أرادوا أن يضعوا نفس المنطق الذي وضعناه مع بيتكوفيتش في الكاف، نضع نفس المنطق لبيتكوفيتش في المونديال السابق. ذهبنا إلى الدور الثاني، لكن بكم عدد من المنتخبات في المونديال؟ هل هو نفس العدد اليوم؟ اليوم نصف الكرة، نصف المعمورة متأهلة إلى المونديال الثلاثي. إذا ما أردنا أن نحافظ على نفس الهدف الماضي أو نقول أحسن من الهدف الماضي، علينا أن نضع أمام بيتكوفيتش الذهاب إلى الدور الثالث لنكون بنفس الهدف في 2014. إذا ما أردنا أن نضع أمامه هدف أحسن، نقول الدور الرابع وليس الدور الثالث، لأن اليوم الدور الثالث هو نفس الدور الثاني في 2014. إذا ما أردتم أن نحصل نتيجة أحسن مثل ما قلتم في كأس إفريقيا، تتحدث عن ربع نهائي مونديال 2026. إذا أراد الناخب الوطني الحالي والاتحادية الجزائرية أن ينسيان الجماهير الجزيرة في مشاركة 2014 هو المرور إلى ربع نهائي كأس العالم. ليس ربع النهائي، لا ربع، ليس أقل من الربع. إذا ما أراد أن يحقق أحسن من آل لوزيج. وكابتن احنا كنا غايبين في كأس العالم الأخير، لا مقارنة ب 2014. نتحدث على آخر مشاركة جزائرية وهي ليست بعيدة. عندها تعرف شحال كابتن؟ هناك 12 سنة كابتن. لا بصح فيصل كي تقول لي عندها 12 سنة، هناك بعض اللاعبين شاركوا في 2014 موجودين تحت هو فيصل ربما حب يطرح لك هذا السؤال. هل من المعقول أنه نطالب المنتخب الجزائري اليوم أنه يروح لربع النهائي هو غائب عن نسختين أخيرتين؟ طيب إذا بهذا المنطق وبمنطق كأس إفريقيا، بيتكوفيتش حقق الأهداف والمهم المشاركة في المونديال القادم. هذا هو المنطق. المهم أننا تأهلنا لأننا لم نتأهل في الدورة الماضية. هذه فكرة تسويقية راهي تسوق. أنا أقول لك ما دام هذا هو المنطق الذي تنادون به، إذا بيتكوفيتش يذهب إلى المونديال بكل أريحية. لكن هذه النظرة هذه انهزامية. هذا هو تحجيم الطموح، مثل ما قمنا بتمرير هذه الرسالة في كأس الإفريقية الأخيرة. سوف نمرر نفس الرسالة. بيتكوفيتش ذهب إلى المونديال لا للمشاركة برك، لا للمشاركة. المهم المشاركة. الجزائر ذهبت إلى المونديال، نحن في القمة، المهم نشارك ونؤدي مباريات 3 ونعود. المهم أننا كنا أحسن من المرة السابقة والتي قبلها لأننا لم نتأهل. إذا أردتم هذا الخطاب هاكم هذا الخطاب. لكن فريد، لماذا كنت ضد هدفين؟ هدف الوصول إلى ربع النهائي هكذا في المونديال في الكان الأخير، وهدف الوصول إلى الدور الثاني في المونديال. لماذا
ربما الجميع يتحدث يقول لك فريد معطاوي ما كانش مع الهدف اللي كان في كأس إفريقيا، وهو ليس مع الهدف الموجود في كأس العالم. لماذا؟ لماذا يا عماد؟ شوف، إفريقيا نحن بحجم المنتخبات التي ترفع الكؤوس. صحيح. إذا ما أردت أن تكون منطقي وواقعي ولا تحجم الطموح للأجيال الحالية والقادمة، عليك إفريقيا أن تقول أريد الكأس. وفي إفريقيا ما دام هذا الطموح يعني مشروع، إما أن تعود بالكأس أو لا تعود بأي شيء، سواء النصف النهائي أو الدور الثاني أو الدور الأول. ولنعلل فريد، لأن المنتخب الوطني اليوم يملك تعداد هو الأثرى والأغلى في كأس إفريقيا. ليس فقط عماد، يملك التعداد ويملك الإمكانات المالية والمادية من أكبر المنتخبات إفريقيا. لذلك إفريقيا نحن لدينا طموح مشروع العودة بالكأس أو لا شيء. اليوم المغرب لم يفز بكأس إفريقيا، هل حقق النتيجة؟ نيجيريا لم تفز بكأس إفريقيا وهي في النصف، هل حققت النتيجة؟ مصر كانت في النصف، هل حققت النتيجة؟ هناك منتخب واحد حقق النتيجة هو السنغال، عدا السنغال الكل متساوي. لذلك إفريقيا يجب أن نتحدث عن العودة بالكاس. أما المونديال، عندما إفريقيا ذهبت إلى النصف وإلى الربع عدة مرات يا أخي نحن من أكبر المنتخبات الإفريقية، لنضاهي ما قام به المنتخب الإفريقي عندما ذهب إلى الربع أو النصف. ما زلتم تتحدثون على الدور الثاني في دورة من 48 منتخب. أنتم تحجبون الطموح وأنتم ترسمون واقع ومستقبل بائس أمام هذه الأجيال. لذلك المونديال ليس أقل من النصف، وإفريقيا ليس أقل من العودة بالكأس. عدا ذلك أنا لا أؤمن الربع ولا النصف في المونديال. الربع. النصف يا عماد، النصف. لماذا؟ لأن إفريقيا ذهبت إلى النصف. نحن منتخب إفريقي لدينا كل الإمكانات التي تتوفر عند المنتخبات الإفريقية التي حققت هذا الهدف. إما أن نتحدث على النصف أو النهائي أو لا نتحدث عن المشاركة. إذا ما أردتم تحجيم الطموح شاركوا في المونديال وانتظروا ربما القرن القادم أو الذي بعده لنتحدث على الربع أو النصف. فيصل، ما رأيك فيما قاله فريد معطاوي؟ لأنه جانب صدقني 80% من كلامه صائب، لأننا نملك احنا في الجزائر نملك عقلية انهزامية لما نذهب للمشاركة في الدورات المغلقة، سواء كأس إفريقيا ولا حتى كأس العالم. كأس العالم اللي وصلنا لها اللي كانت أفضل مشاركة لنا هي ربع النهائي ثم نهائي البرازيل، ثم نهائي دورة البرازيل في مجموعة ضمت منتخبات قوية. هكذا اليوم منتخبات قوية أيضا تضمها مجموعة المنتخب الوطني. الهدف هو المرور إلى الدور الثاني، يعني الدور 32، وممكن تمر لهذا الدور وتصنف كأفضل ثالث. يعني الأرجنتين، النمسا والجزائر ربما في المرتبة الثالثة، جورداني الأردن رابعا. أنا قلت لك ترتيب تاع أفضل ثالث باش تكون في هذا الدور. ليس عيب أنه نتحدث عن منتخب وطني يملك أسماء، آخرهم اليوم وقع في أولمبيك مارسيليا اللي هو عبدلي، مازا، رياض محرز، عمورة، حاج موسى، أسماء رنانة، بن سبعيني، مندي، أيت نوري، حجام، أسماء يعني تقدم مستويات باهرة. نتحدث عن الدور 32. أنا ربما تفاجأت عندما قال نصف نهائي المونديال، لكن الدور 32 صدقني ما هوش هدف اليوم للمنتخب الوطني، لأنه أفضل ثالث يمر لهذا الدور. صلي على محمد كابتن عليه الصلاة والسلام. اسمع، ما نكذبوش على روحنا كابتن. معي فبط مع بزاف كابتن. احنا 12 سنه ما رحناش كاس العالم، واليوم بدنا نحوس لحق دومي فينال. سبا نورمال كابتن، إنسان يكون عاقل، إنسان يكون عاقل. كاس افريقيا غير كيما خرجنا في الربع النهائي مع نيجيريا، احسن منا نيجيريا ولا لا كابتن؟ في المباراه كانوا احسن منا ولا لا؟ المباراه احسن منا. كيف اليوم تحوس تروح للدومي فينال كوب دي موند؟ نيجيريا زائد الحاكم كانوا افضل منا. انا نقول لك لو اعطانا ضربه جزاء تغير المباراه. اوكي بصح في الامر الواقع كي كملت ما اعطاناش ضربه جزاء، لعبنا المباراه. فازوا علينا ولا لا كابتن؟ فازوا علينا وغير مشاركين في المونديال. وهما غير مشاركين في المونديال، داروا احسن دوره، صح ولا لا؟ نصف النهائي لا مش احسن دوره، لانه الدوره اللي سبقتها كان في النهائي. ولكن داروا احسن دوره، خيبت امل من كاس العالم، ما راحوش كاس العالم. انا اليوم نقول المنتخب تاعنا يعني
باش نطلب منه يروح للربع النهائي ولا دومي فينال، سيك لازم يدي كاس افريقيا. انسان يكون واقعي. دوك انت ما عندك والو في يدك، نروح نقول لك انا نعري صدري نقول لك انا رايح نروح لنصف نهائي كاس العالم. انسان يكون عاقل كابتن. روحوا تدريجيا. تقول لي مثال اليوم الجزائر ولو فزنا بكاس افريقيا، نقول لك نطمع، نشوف فريق تاعنا لاباس مستوى عالي جدا كذا وكذا، اوكي. هنا تطمع في كاس العالم، عندك 6 موا في يدك، تقدر تلحق بعد 6 شهور تلحق لي زوبجيكتيف تاعك، ولكن تخرج في ربع النهائي واليوم نقول لك انا اروح الدومي فينال ولا كاردو فينال. الانسان يكون واقعي كابتن. لا بالمقابل دور 32 مقنع انك ترمل انك دير هدف مع بيتكوفيتش. احنا شوف، لا خليني نكمل لك السؤال. الهدف مع بيتكوفيتش هو تاهيل المنتخب الى دور 32 من كاس العالم المقبله لكي يواصل على رأس المنتخب الوطني، لأنه سنتحدث عن تجديد العقد اللي راح يكون في مارس، في شهر قبل تربص مارس المقبل اللي راح يكون إلى غاية 2028. هذا موضوع راح نتحدث عليه، لكن هذا الموضوع بالذات مرتبط بالدور 32 لكأس العالم، أنه هذا فلاديمير بيتكوفيتش وجب عليه تأهيل المنتخب الوطني إلى دور 32 لكي يواصل على رأس المنتخب الوطني. شوفوا هدف منطقي اليوم. منطقي هذيك هي كابتن، هذيك هي إنسان ما كابتن. شوف قلت لك لو احنا درنا كأس العالم وفزنا بها ولا رحنا النهائي، تقدر تقول لي بار اكزومبل كيما يتكلم الكابتن نروحوا كاردو فينال دومي فينال، لما لا؟ ولكن تحط لوبجيكتيف دومي فينال كوب دي موند يا كابتن، الانسان يكون عاقل. صاحبي كابتن، انت بالعاميه يا شيخ فيصل تبان لي كما قالنا مقران حرحاد، قالنا انا خواف عندما تحدث عن كاس افريقيا. تسمى انا ولا قلت لك انا نروح لي دومي فينال، تسمى راني مجنون كابتن. مستحيل كابتن. لا 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 كابتن، ورانا الجزائر نروحوا حبه حبه والسلام عليكم. ماشي قلت لي في اعداد سابقه قلت لي ان نحن المنتخب الجزائري لا نهضروا عليه ونحن افضل منتخب في القاره، نحن منتخب عنده تقاليد وحنا عندنا لاعبين. خلاص كملت، نقولها لك اليوم وغدوه في افريقيا، ماهوش في دوره كاس العالم يا كابتن. مش بيك فرنسا الالمان البرازيل يا اسبانيا يا كابتن، وش بيك؟ روح غير بالعقل كابتن. لا نروحوا غير بالعقل. يعني راي كابتن من معقول هذه كاس العالم ماهيش كاس افريقيا كابتن. هذه كاس العالم. كاس العالم تروح تدريجيا. عندك دور الاول طحنا مع البرازيل والنمسا، عندنا مباريات قويه. عفوا الارجنتين لازم نتعاملوا معهم باش نجوزوا للدور الاول، ومن بعد ربي يرحمها روحوا ايطاب بار ايطاب. تقول لي كاردو فينال، هذا هو الهدف. هذا هو الهدف يا كابتن. الانسان يكون شوف كابتن، لو احنا رحنا في كاس افريقيا مثال، رحنا النهائي، تقول لي مثال نروحوا لازم نروحوا في كاس العالم الربع النهائي ولا كيفاش يقولوا البروغرام طاح شويه يساعفنا وكذا، نقول لك وي كابتن، لكن باش نجي نقول لك هكذا شيء غير منطقي كابتن. تفضل ناصر بويش. استمعنا لرأيين مختلفين. رأي فيصل بن طلعه يرى أنه التأهل إلى الدور 32 هو هدف منطقي، ومثل ما قال هو موجود في هدف الاتحاد الجزائري مع هذا المدرب، وهو لعب مباراة بمباراة مثل ما كان عليه الحال في كأس افريقيا الماضية. فريد معطاوي تحدث عن نقطة مهمة أيضا، وين قال لك لا يجب أن نحجب الطموح، نملك من الإمكانيات ومن الأسماء ومن بعض الأمور اللي تخلينا ربما نمر حتى لنصف النهائي، ولو أنه هذا الأمر أراه يعني تقريبا شبه مستحيل أنك تمر إلى نصف النهائي. ربع النهائي أوكي ممكن، لكن نصف النهائي يبقى بعيد نوعا ما عن المنتخب الوطني الجزائري. تفضل ناصر بويش. لك الفضل. نتكلموا على اللعبة اللي هي كرة القدم، واليوم في كرة القدم كل شيء ممكن. شفنا في كأس العالم في قطر، شفنا مفاجآت، شفنا فرق وصلت إلى الأدوار المتقدمة. لما لا مرة أخرى ما نساوش أنه منافسة أخرى، منافسة كأس العالم، ظروف عالمية، زائد تعداد لاعبين المنتخب الجزائري اليوم بكل صراحة بالشباب بالخبرة. عندنا منتخب حتى ولو ربما احنا كان قلت لك للنسيان، لأن عشنا ربما ظروف أخرى. اللاعبين تاعنا عاشوا الظروف الضغط. اليوم راك تلعب كاس العالم، تلعب كما نقولوا بكل ارتياح، كل شيء. كي ناصر بوش باش نخليك تكمل الفكره، هنا في البلاطو راهي عندي عصا برأيين.
رأي لفيصل بن طلعه ورأي لفريد معطاوي. أنا جاي كان انت راني شك باللي راح تجيب لي العصا من الوسط. نقول لك حاجه، واش راك شاك؟ راك كما نقولوا حنا كما نقولوا بالعاميه ما رانيش معاك. لا راك كاكوتي. هاي خلاص تفضل امان تفضل. اليوم انت تمشي الى كاس العالم، يتاهل الى الدور الثاني احسن ثالث ايضا، الاول والثاني واحسن ثالث. واش قال فريد؟ ربما فريد كما نقولوا طبع البوشون بزاف، على الاقل ربع نهائي. انا لا اكتفي، انا كمناصر راني نتكلم باللاعبين اللي عندنا، بالتعداد، بالمدرب بيتكوفيتش اللي عنده اليوم، المدرب نمشي على الاقل لما لا للربع نهائي. ما تكلمش على الدور 32. الدور 30 شغل انت تلحق شغل، راك في الدور 32 تلعب الارجنتين عليك، تلعب النمسا وتلعب الاردن. نظن انه بالتعداد اللي عندنا، باللاعبين اللي عندنا، بالمستوى اللي عندهم، ان شاء الله يكونوا في فورما يمروا الى الدور الثاني. لكن لا اكتفي انا شخصيا كمناصر، لا اكتفي بالدور الثاني، نمشي الى ابعد. كاين كل الامكانيات اليوم، اذا كل الامكانيات ولازم. نصف النهائي اللي قال عليه فريد معطاوي تشوفه بعيد المنال؟ انا لي المنتخب صعيب يعني، لكن ممكن انا كنت تقول لي ممكن. انا جي في نظري كوريا الجنوبيه هكذا تاهلت لنصف نهائي في 2002. لكن تركيا ايضا كوريا نظمتها في بلادها بس اكيد مع الجماهير مع اشياء كذا. لكن لما لا اليوم اذا مريت الى الدور 32 ولا دور 4 ممكن تمشي الى نصف النهائي، كل شيء ممكن. انا شفنا منتخب افريقي عربي لحق النصف النهائي، لما لا الجزائر ما تلحقش الى النصف النهائي؟ بالتعداد هذا، باللاعبين اللي عندنا، كل شيء ممكن. المنافسه هذه تلعب اكيد كبار القوم، البرازيل، الارجنتين، هولندا، فرنسا، هولندا، لا المانيا، هذو كاع ما يجوزوش. ما غير ماشي ما يجوز. لا غير خلي معليش فيصل بن طلعه استمعنا لي. تعطيتني تسمى ما تامنش انت، ما تامنش لي باللي المنتخب الجزائري بليس يا كابتن، على البليس عادي كابتن، على البليس على البليس يا كابتن. رحت كيما قلت انت، كيما قلت جا بوسي لو بوشون بزاف بعيد. لا ربع النهائي جي بوسي البوشون، جا بوسي لو بعد ربع النهائي عادي. وين هذا يا كابتن؟ عادي ربع النهائي. وين عادي يا كابتن؟ وين عادي؟ علاش عندك على عقليه الزاميه؟ لا ماشي الواقع كابتن. كرة القدم هذه اللعبه هذه كرة القدم. شوف واش واقع كاس افريقيا راك تربطوا بواقع كاس العالم. شوف كابتن، صلي على محمد كابتن عليه الصلاه والسلام. لو حنا الجزائر دينا كاس افريقيا تقول لي نروحوا النصف النهائي الربع النهائي، نقول لك معاك كابتن. كاس افريقيا بتحكيم فاضح تربطوا بكاس العالم يا شيخ. الظروف يا فيصل ماشي نفس الظروف صحيح والله. حتى اللاعبين ان شاء الله حتى اللاعبين لاعب اللي يلعب لكاس افريقيا اولا شوف المعطيات كيف تتغير. راح نروح للفريد معطاوي. لا نجيبوه معنا كي نكونوا في الربع النهائي ومن بعد نقول له لا شوف المعطيات كيف تتغير. شوف المعطى الاول، كاس افريقيا تنظم في الشتاء، تبدا في 2025 تخلص في 2026 في الشتاء. المونديال في نهايه موسم تقريبا، اللاعب بيكون مرتاح. نهايه موسم لا نهايه موسم، نهايه موسم ما يخافش من الاصابه، ما يخافش من هذا الامور. هذه قالها عدلان قديوره مش عماد مصطفى. لا ده كلام. المعطى الثاني اللي هو التحكيم، لانه سميت بكاس افريقيا للتحكيم الفاضح وليس كاس افريقيا لكره القدم. خليني معلومه كابتن، خليك نكمل معطيات. يقول المدرب كبير، يقول لك كاين لاعبين اللي يخافوا على الاصابات في كاس العالم. تفضل كابتن. لا هذه ربما، لذلك راح نتحدث مع فريد معطاوي، ربما عنده ما يقول في هذا الخصوص لكي نغير الموضوع. تفضل فريد. شوفوا علق بكل هدوء. اولا لا يجب ان نقارن كاس افريقيا بكاس العالم. قلت لك هذا كلام في الماضي وليس يعني كردة فعل على النقاش. قلت لك المغرب عندما يعود إلى إفريقيا سوف يجد صعوبات لم يجدها في كأس العالم. وقالها الركراكي. طيب هذا الكلام ليس لمعطاوي، هذا الكلام قلته من قبل لي وقاله مختصر. هذا أولا. ثانيا عندما يقول فيصل إذا ما أردت أن تذهب إلى النصف عليك برفع كأس العالم، أذكر فيصل بأن المغرب لم يفز بكأس إفريقيا عندما ذهب إلى النصف، لم يفز بكأس إفريقيا، لديه 50 سنة لم يفز بكأس إفريقيا، مع ذلك ذهب إلى النصف. رحتوا لي 52 سنة. غانا
وهي تذهب الى ادوار متقدمه، ربع النهائي، لم تفز بكاس افريقيا الاخيره قبل ذلك المونديال. التاريخ الذي هو موجود امامنا والذي لا يكذب يقول بان الامم في 2002 تقول بان الامم الافريقيه ونحن من كبار القوم في افريقيا عندما ذهبت الى الربع والنصف لم تفز في الدورات التي تسبق نهائيات كاس العالم، لم ترفع كاس افريقيا. هذا اولا. ثانيا، عندما تتحدث على افريقيا، انت منذ قليل قلت لي فيصل انهزمنا امام نيجيريا والحكم انهزمنا امام نيجيريا نقطه الى السطر، لكي اصحح. امام نيجيريا والحكم نبقى نقول فيها فريد بالك حتى وين تفنى الاعمار كما يقولوا. طيب وانا يعني شفت مردود المنتخب قبل ركله الجزاء وبعد ركله الجزاء. عماد، نحن يعني لسنا سحرة ولا نتحدث لو سجلنا قبل، لا. مستوى المنتخب النيجيري في ذلك اللقاء كان جد رفيع أمامنا، وكأننا كنا من الأواسط أمام نيجيريا. دعكم من هذا الكلام، واجهوا أنفسكم في المرآة لكي نتقدم يا عماد. لا يجب أن نكذب على أنفسنا. لا نستطيع التقدم في قارة. شوف فريد، على بالي تشاطرني في هذه النقطة. لا نستطيع كجزائر، كمنتخب وطني جزائري، لا نملك من يضرب علينا كما يقولوا الطابلة بالعامية في افريقيا. لذلك لن نحقق شيئا في قارة فاضح فيها كل شيء، بالحديث ايضا عن التحكيم. دعني اواصل في لن تعليقي. نقدم اي شيء في كاس افريقيا. دعني اواصل في تعليقي. عندما نتحدث ونقول هناك البرازيل وهناك الالمان فزنا عليها في اول مشاركه جزائريه في 82، هل يعقل ونحن نفوز على المانيا في اول مشاركه ونسيل العرق البارد في اخر مشاركه وهي بطله العالم المانيا؟ المقابله الوحيده بشهاده الالمان التي كانت جد صعبه امامهم كانت ضد الجزائر، وانهزمنا في الوقت بدل الضائع والنشاط النهائي وفاز على البرازيل بسباعيه. عندما نتحدث بهذه الامور وكاننا نقول للاجيال الصاعده عليكم بذلك يعني التفكير الانهزامي. لو فكر الافارقه مثل ما نتحدث اليوم لما ذهبوا الى تلك الادوار المتقدمه. اليوم افريقيا تتمتع بعده كؤوس في الفئات العمريه الصغرى، كؤوس عالميه. لماذا اتحدث بهذا المنطق؟ لان المشاركه في كاس العالم اسهل من المشاركه في كاس افريقيا عندما تكون في ادغال افريقيا. اضيف لك شيء اخر، المنتخب المغربي الذي وصل الى النصف، خذ ذلك المنتخب وخذ المنتخب الوطني الجزائري، مقارنة بين المنتخبين الكل كان يقول لو تقابلنا مع المنتخب المغربي بدون الجور التحكيمي للقناهم درس في كرة القدم ولفزنا عليهم بأريحية لأننا أرفع مستوى من المنتخب المغربي. فريد، تتحدث عن التقاليد، تؤمن بالتقاليد في كرة القدم؟ تقاليد منتخب في مسابقة ما تؤمن بها؟ لا أؤمن بها. لو كانت تلك التقاليد موجودة لما انهزم المنتخب البرازيلي بسباعية على أرضه في المعبد البرازيلي ماراكانا بسباعية أمام الألمان.